سلسلة الأسئلة الكبرى ديال الكون. تخيل أنك ركبتي أسرع مركبة ممكنة وانطلقتي ومشيتي في خط مستقيم وسط الفضاء. نهار، عام، مليون عام، مليار عام. واش في شي لحظة غادي توصل لحافة الكون ولا غادي تبقى كتسافر للأبد؟ السؤال كيبان بسيط، ولكن الجواب ديالو حير حتى كبار العلماء، حيث يمكن الكون ما عندوش حافة أصلا، ولكن هادشي ما كيعنيش بالضرورة أنه لا نهائي. كيفاش؟ هادشي اللي غادي نكتشفوه اليوم. من نهار تزادينا ولفنا أن أي حاجة عندها حدود. الدار كتسالي، مدينة كتسالي، البحر كتجي من موراه اليابسة، وحتى الأرض عندها نهاية. ايوا مني كنسمعوا كلمة الكون أول سؤال كيجي في البال ديالنا هو فين كيسالي؟ فإلا بقينا غاديين بعيد بزاف، واش في شي لحظة غادي نلقاو شي نهاية، شي جدار، ولا غادي غير نبقاو غير كنزيدو للقدام؟ دابا خليني نسولك واحد السؤال. إلا خرجتي في الليل وشفتي النجوم، واش كتصحاب راسك شفتي الكون كامل؟ الجواب هو لا، براك شفتي غير جزء صغير من الكون. ولكن علاش؟ بما أن الكون موجود، علاش ما كنقدروش نشوفوه كامل؟ السبب هو الضوء. فأي نجم، أي مجرة كنشوفوها، وباش نشوفوها خاص الضوء ديالها يوصل لينا. ولكن الضوء مع أنها أسرع حاجة معروفة في الكون عنده سرعة محدودة. راكم عارفين حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية، وهادشي كيعني أن الضوء كيحتاج وقت باش يوصل لينا. فالشمس مثلا الضوء ديالها كيوصل لينا تقريبا بعد 8 ديال الدقائق. يعني إلا اختفات الشمس دابا حنا غنبقاو نشوفوها 8 دقائق أخرى، من بعد ما غنبقاوش نشوفوها. فكل ما كانت شي مجرة بعيدة كل ما احتاج الضوء ديالها وقت كبير باش يوصل للأرض. وعمر الكون راه محدود، حوالي 13 مليار عام و800 مليون سنة. وهذا يعني أن الضوء ديال الأماكن البعيدة بزاف مازال ما وصلش لينا بكل بساطة. وهنا كيبان الفرق كبير بين الكون كامل وبين الجزء اللي قدر الضوء ديالو يوصل لينا. والعلماء كيعطيو لهذا الجزء اسم خاص، الكون المرصود، واللي باللغة الإنجليزية كيتسمى Observable Universe. وبما أن هذا هو الجزء من الكون اللي كنقدروا نشوفوه بالتلسكوبات ديالنا إلى آخره، فشحال حجم الجزء اللي ما كنشوفوش؟ وهذا هو السؤال اللي غادي يقلب القصة كاملة. فهنايا بزاف ديال الناس كيطيحوا في نفس الغلط. فبزاف ديال الناس كيعتقدوا أن الكون المرصود هو الكون كامل، ولكن هادشي ماشي صحيح. تخيل معايا راك واقف فوق شي جبل وكتشوف في الأفق قدامك. واش هادشي كيعني أن الأرض كتسالي في الأفق؟ أكيد لا. واش كاين ماشي في الأرض، المشكل في الرؤية ديالك. الرؤية ديالك هي اللي عندها حدود، ماشي الأرض. نفس الفكرة كتنطبق على الكون. الكون المرصود ماشي هو الحدود ديال الكون، هو غير الحدود ديال اللي قدر الضوء ديالو يوصل لينا منذ البداية ديال الكون. يعني إلا كان الكون أكبر بزاف ما عندنا حتى طريقة مباشرة باش نعرفوا حاليا الحجم ديالو، باش نشوفوا هاد الأجزاء البعيدة، ماشي حيت مخبيه، ولكن لأن الضوء ديالها مازال موصلناش. وهنا كيجي واحد السؤال آخر. إلا ما كنقدروش نشوفوا الكون كامل، كيفاش العلماء كيحاولوا يعرفوا واش هو لا نهائي ولا عنده نهاية؟ والجواب كيبدا بفكرة غريبة بزاف، وهاد الفكرة هي أن الكون يمكن يكون عنده حجم محدود في نفس الوقت ما عنده التحف. أول مرة غتكونوا سمعتوا هاد الفكرة، كاينة ولا لا؟ غالبا غتبان لكم مستحيلة. كيفاش شي حاجة عندها نهاية ولكن ما عندهاش حافة؟ هادشي كيبان غير منطقي. ولكن خليني نعطيكم واحد المثال. تخيل راك فوق الأرض وقررتي تمشي على رجليك ولا على شي مركبة بحال طوموبيل إلى آخره، تمشي نيشان في خط مستقيم، تبقى غير غادي نهار، شهر، عام، سنين إلى آخره. من بعد هاد المدة دي واش غادي توصل لشي جدار، لشي حافة، لشي بلاصة طيح منها؟ أكيد لا. غادي تبقى كتمشي وفي شي لحظة يمكن تلقى راسك رجعتي لنفس البلاصة اللي بديتي منها. فالأرض عندها امتداد محدود، ولكن ما فيها حتى حافة حيث السطح ديالها منحني.
ودابا تخيل نفس الفكرة ولكن ماشي فوق سطح الأرض. تخيل أن الفضاء يمكن يكون منحني، وهذا الشيء ماشي خيال علمي، راه واحد من الاحتمالات اللي كيبحثوا فيه العلماء. ولكن كاين مشكل، إلا ما كنقدروش نشوفوا الكون كامل كيفاش غادي نعرفوا واش الفضاء فعلا منحني ولا مسطح ولا لا نهائي؟ وهذا هو المكان فين كيبدا العلم الحقيقي. بما أننا وصلنا لهنا وفهمنا هادشي كامل، يمكن غتكون كتقول مع راسك ايوا من المفروض العلماء يكونوا عرفوا الجواب. فالحقيقة هي لا، العلماء مازال ما عرفوش الجواب. اليوم مازال ما كاين حتى دليل كيأكد أن الكون لا نهائي، وفي نفس الوقت ما كاين حتى دليل على أنه عنده نهاية. العلماء عرفوا بزاف على الكون، كيعرفوا كيفاش كيتمدد، شحال العمر ديالو تقريبا، وكيعرفوا حتى الشكل العام ديالو اللي كيبان أنه مسطح. ولكن بيني وبينك قريب بزاف، عبارة قريب بزاف ماشي هي مؤكد. فيمكن أن الكون فعلا لا نهائي ويمكن يكون محدود، ولكن الحاجة اللي ما فيها شك أنه كبير لدرجة أن الانحناء ديالو مستحيل نلاحظه، بحال شي نملة واقفة فوق شي كرة عملاقة بالنسبة ليها السطح كامل كيبان مستقيم. وهادشي علاش العلماء ما كيستعجلوش في الاستنتاج، ما كيقولوش عرفنا، كيقولوا هذا هو أقرب تفسير كتشير ليه الأدلة حتى لدابا. ويمكن مع تطور التلسكوبات والأبحاث إلى آخره غادي نكتشفوا أشياء جديدة، وربما الجواب الحقيقي مازال كيتسنانا وكيتسنى العلماء. باش نختموا هذا الموضوع وهذه الحلقة، غادي يكون دابا واضح أن السؤال الحقيقي هو ماشي واش الكون لا نهائي، ولكن هو واش العقل ديالنا قادر أصلا يتخيل معنى اللانهاية. حيت ملي كنحاولوا نتخيلوا عنده نهاية كنسولوا شنو كاين من بعد، وملي كنحاولوا نتخيلوا كون لا نهائي كنحسوا أن الفكرة أصلا كبر من القدرة ديالنا على التخيل ولا الاستيعاب ديالها. يمكن هادشي هو اللي كيخلي الكون مدهش، كل جواب كنلقاوه كيفتح لنا سؤال جديد، وكل ما توسعات المعرفة ديالنا كنكتشفوا أن حدود الفهم ديالنا هي اللي خاصها توسع. وانا بغيت نعرف الرأي ديالكم، إلى خيركم شنو كيبان لكم أكثر منطقية، كون لا نهائي ولا كون محدود ولا كون بلا حافة؟ شنو غتقولوا؟ شاركوني آراءكم في التعليقات، ونتلاقى وإن شاء الله في حلقة جديدة من رحلتنا داخل الكون في سلسلة الأسئلة الكبرى ديال الكون. مع السلامة، تهلاو، بقاو شادين معنا الخط. شنو هي الحاجة اللي دوينا عليها في هذه الحلقة، أو الفكرة اللي حمقاتكم وخلات عقلكم يتساءل؟ كتبوها ليا في التعليقات وخلينا نتذاكروا عليها، وما تحشموش غير كتبوها كيف ما كانت. والله العظيم حتى كنبغي نعرف الرأي ديالكم. يلا، اللي مازال ما شارك في القناة يدير سبسكرايب، فهذه هي أحسن هدية وأحسن شكر ممكن يعطيني. كنبغيكم بزاف. إلى اللقاء أصدقائي. كان معكم عبد المنعم كوسموس في الأسئلة الكبرى ديال الكون.